السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهارده في فيديو جديد بيتكلم عن شيخ من أعظم الشيوخ اللي وجدت على وجه الأرض، وهو عالم كبير من ضمن العلماء، وتعين وزير في وزارة الأوقاف. والشيخ دوت معروف كتير جدا وفي ناس كتير عارفاه. قبل ما أخش في الموضوع وأعرفكم مين الشيخ دوت، عايزك تدوس لايك وسبسكرايب للقناة واشترك في التعليقات، ويلا نخش في الموضوع. والشيخ دوت هو الشيخ محمد متولي الشعراوي. اتولد 15 ابريل 1911. اتولد بقرية دقادوس، مركز متغمر، محافظة الدقهلية. وهو كان عالم ديني وكان وزير في وزارة الأوقاف، وهو من أشهر مفسرين القرآن الكريم في العصر الحديث. وهو عمل تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة، والحاجات دي سهلت على المسلمين في أنحاء جميع الوطن العربي. الشيخ محمد متولي الشعراوي في سنة 1939 تخرج من أحد جامعات الأزهر وخد الشهادة من الأزهر الشريف، ويدرس ويعلم ويفسر القرآن الكريم. في سنة 1943 اتعين الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمعهد بطنطا، وبعدها تعين في معهد الزقازيق، وبعدها بكام سنة ذهب لإسكندرية ليدرس هناك. وفي سنة 1950 اتنقل للسعودية، اتعين هناك أستاذ الشريعة في جامعة أم القرى. وطبعا في الوقت دوت كان بسم الله ما شاء الله كانت إنجازاته عالية، ودخل أصعب التخصصات في الشريعة الإسلامية اللي مفيش حد يقدر يتخيلها عشان يفسر القرآن الكريم، بيسهلها على الناس، وده طبعا بسبب تفوقه ونجاحه. ابتدى يمسك منصات عالية وعمل في السعودية، وعمل كمدرس في الكلية الشرعية في السعودية بمدينة جدة، كلية الملك عبد العزيز. وبعدها تعين لوكيل بجامعة طنطا في 1960. وفي 1961 اتعين كمدير للدعوة الإسلامية في وزارة الأوقاف. وفي سنة 1962 اتعين كمفتش للعلوم العربية بالأزهر، وكمان كان مدير لمكتب الإمام الأكبر اللي هو كان وقتها حسن مأمون. وفي سنة 1966 اتعين كرئيس لبعثة الأزهر بالجزائر. وهو طبعا كان شخص طيب جدا ومحبوب ما بين الملايين، وكان تفسيره للقرآن الكريم بالحب والفهم السريع. وهو أصلا مؤلف كتير من الكتب. أول كتاب هو كتاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم، كتاب خواطر قرآنية، وكتاب معجزة القرآن ونظرات القرآن الكريم، وكتير من الكتب. وده كده لقطة من فيديوهاته الجميلة اللي احنا بنحب نسمعها ليومنا هذا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، تلك صلاة الله وتلك صلاة الملائكة، فما الصلاة عليك؟ صلى عليك ازاي كده؟ قالوا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك إنك حميد مجيد. دخل عليه مرة صحابي فقال: يا رسول الله، ما رأيتك بهذه الطلاقة والبشر قبل اليوم. قال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن من صلى علي صلاة صلى الله بها علي 10، وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. قال عمر: ودخل مرة واحد عليه فسألوا رسول الله: ما الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: ذلك من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما قلت. الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين، فإذا صلى واحد علي قال الملكان: غفر الله لك. مش العجب هنا لما واحد يصلي على سيدنا يقوم الملكان يقولوا ايه؟ غفر الله لك. ويقول الله وتقول الملائكة آمين. ربنا بيأمن على ذلك. وحصل موقف معاه أيام ما كان بيتعالج في أمريكا. حصل لخبطة ما بين 2 حوامل ولدهم، ولد وبنت، وكانت الممرضين مش عارفين مين أم البنت ومين أم الولد.
فالممرضة قالت لهم إن في شيخ كبير بيتعالج هنا، وقالت هنسأله عن الموضوع دوت. فراحوا له الأوضة وحكوا له. قال لها تجيب كوبايتين وتفضل تضغط على ثدي كل واحدة منهم، وقال لها تفضي لبن في الكوباية على قد ما هي تقدر، وهات الكوبايتين وتعالي تاني. وهي راحت وعملت اللي قال لها عليه ورجعت له بالكوبايتين، كوباية مليانة على الآخر والكوباية التانية كان نصها بالظبط. قال لها صاحبة الكوباية اللي مليانة على الآخر دي أم الولد، وصاحبة الكوباية اللي الكوباية مليانة فيها نصها دي أم البنت، علشان ذكر في القرآن الكريم الذكر مثل حظ الأنثيين. وده موقف بسيط من ضمن اللي الشيخ محمد متولي الشعراوي كان بيعمله. وفي سنة 1998 وصل لعمر 87 سنة، وبعد مشوار طويل جدا، بعد ما علم القرآن للضعيف والقوي ووصله لناس كتير ووصل تفسيره للعالم كله، ولحد دلوقتي فيديوهاته منتشرة في جميع التواصل الاجتماعي. ابن الشيخ محمد متولي الشعراوي هو الشيخ عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي، وهو كان بيحب ابنه دوت وكان معاه دايما على طول وما كانش بيسيبه، وكان طالع في احدى البرامج وكان بيتكلم بيحكي قصته على التلفزيون في احدى البرامج، وقال ان ابويا كان بيقعد مع ناس وكان بيتكلم مع ناس احنا ما كناش بنشوفهم. اخر 18 يوم في حياته صام عن الاكل، ما كانش بياكل ولا كان بيشرب، وكان لما اي حد مننا كان يخش عليه بالاكل كان يقول ان هو لسه واكل، فكانوا بيستغربوا ويتسالوا مين اللي كان بيخش ويجيب الاكل لابونا. ومع مرور الايام طلب الشيخ محمد متولي من ابنه عبد الرحيم ان هو ياخده ويحميه ويجيب له هدوم جديده. قال له ايه يا ابويا انت عريس ولا ايه؟ قال له ليه طالب مني كل الحاجات دي؟ ورد عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي وقال له ايوه انا عريس، وما كانش بيهزر ولا كان بيضحك وكان الرد بجد. وابنه عمل كل اللي هو قال له عليه وجاب له هدوم جديده. وبعدها الشيخ محمد متولي الشعراوي كان قاعد على السرير ونده لابنه عبد الرحيم وقال له انت عارف ان انا هموت وعارف انك هتتحمل المسؤوليه من بعدي. وفضل يكرر له الكلام اكتر من مره وقال له انت قد المسؤوليه ولا مش قدها؟ وقال له انا خلاص هموت. وابنه بعدها شك وجهز نفسه ان اصلا بعد يوم او يومين ابوهم مش هيكون موجود معاهم، وكان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يكون مستعد لليوم ده. وفي يوم من الايام حفيدته كانت خارجه من عنده بتعيط، فابنه عبد الرحيم سالها وقال لها انت كنت بتعيطي ليه؟ قالت له علشان جدي شتمني عشان دخلت عليه وما خبطتش على الباب. وابنه مسك البنت وخبط على الباب 3 خبطات ودخل على ابوه وقال له انت ليه شتمت البنت وزعلتها وهي داخله تطمن عليك؟ قال له كنت قاعد ما بين الناس وكانت الاجواء جميله، فخفت لحفيدتي تدوس عليهم وهي مش واخده بالها منهم. وبعدها دخل على السرير وقعد ونطق الشهاده وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد وانك محمد رسول الله. وبعدين شويه كده وبصيت لقيته راح باصص لفوق، اهلا سيدي احمد، اهلا سيدي ابراهيم، اهلا سيدي زينب، اهلا سيدي، والله انا جاي لكم يا ستي، اهلا وسهلا، انا استاهل كل ده، الله 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 وحفر الله الله الله، انا استاهل، انا استاهل، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. وراح طالع السر ده. سنة 1998 انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. ودي كده كانت قصة الشيخ الكبير العالم الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي. والشيخ ده طبعا مفيش حد ما يعرفوش من المسلمين أو النصارى. وده كده كانت نهاية قصة الشيخ محمد متولي الشعراوي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبك قصة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وتشارك رأيك في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.